مش انا اكتشفت ان المذيعة بتاعت الفرعون طلعت بتضحك على الرجالة؟ اه والله. وطلع ان الفرعون هو اللي كان بيفرش البرانس بتاعته على الارض علشان المرأة المصرية القديمة. شوف ازاي عرفت انا بقى الموضوع ده ازاي. هقول. امبارح صديقي العزيز زهران كان بيحكي لي عن مكانة المرأة في الحضارة المصرية القديمة، وازاي كان بيتم تقديس المرأة. وفي ظل ان كان في حضارات اخرى بيتم فيها وأد المرأة وتهميشها، كان في الحضارة المصرية القديمة بيتم احترام المرأة وليها الأهمية والأولوية في كل شيء. يا سيدي، عندنا برديات كتير وارثينها عن أجدادنا القدماء المصريين، فيها الآباء بينصحوا ولادهم إزاي يتعاملوا مع زوجاتهم بطريقة فيها كده لطف ورومانسية وغزل، وكمان بينصحوهم إزاي يختاروا الزوجة المستقبلية ليهم. ومن أهم النصايح دي كان إن هي يبقى دمها خفيف، وان هي تبقى حد كده محبوب في وسط البلدة بتاعتها او منطقتها، يعني حد كده فريندلي بابولر كده، حاجة تشرح القلب يعني. وكان الخطيب يجمع كده اهل البلدة بتاعته ويقف يقول لخطيبته: انا هتضرب 100 ضربة لو خنتك او اسأت معاملتك. واثق واثق ان هو لا يمكن يقدر يهينها ولا يزعلها. يا نهار ابيض. وكان من قصائد الغزل: لن أبتعد عنك أبدا، ستبقى يدي في يدك، سأتنزه معك في كل الأماكن المفضلة. ده رمسيس التاني يا جماعة لما حب يعبر لنفرتاري بحبه عمل لها معبد اللي هو ابو سمبل الصغير ده. امال بقى لما تعرفوا حقوق المرأة في الجواز والطلاق، ولا اقولك خلي الفيديو الجاي. سلام.